مصر التي أبناؤها جنود أوفياء هي همزة الوصل التي ما بين أرض الله دوما والسماء. مصر المقدسة المباركة النقية فادخلوها سالمين. مصر يا محروسة بالله رب العالمين، في نيلها ما ليس ماء بل حياة، كي تورق الأشجار باسقة يسبح قلبها لله وثمارها من جنة المأوى. ادخلوا مصر فإن لكم بها ما تسألون. مصر هبة النيل أم النيل هبة مصر؟ أيا كان التعبيرين أدق، سيظل النيل سردية العطاء والوفاء والامتنان من الوطن وإلى الوطن. نهر النيل ليس نهرا فحسب، بل هو خلود للحياة يسري في قلب مصر، فترسو مراكب الأمل على ضفافه، ونكتب كل يوم قصائد حب ووفاء. إنه حديث العشاق ولوعة المشتاق وارتواء الظمأ وإلهام المبدعين من قصيدة ولوحة ولحن عذب سقى نفوسنا وآمالنا وطموحنا عبر الأيام. النيل ليس مجرد نهر، إنه روح مصر الخالدة الباقية، بقاء حضاراتها عبر الأزمان ومرآة التاريخ بخلود نهر النيل ورقي شعب نهر النيل. الآن نبدأ هذا الصالون مع كلمة دكتور جمال مصطفى سعيد وعن موضوع الصالون اليوم. اتفضل يا دكتور. هنبدأ اللقاء بكلمة الأستاذة سهام الجوهري رئيسة مجلس إدارة الجمعية. مساء الخير، اهلا وسهلا بكل الساده الحضور. اهلا، منورينا ويعني زدتوا المكان ضياء. واهلا طبعا بالساده الافاضل المحاضرين اللي يعني هنتمتع بكلامهم الجميل اللي هيخش بقى زي ما النيل بنقول عليه ان هو ده الحياه بتاعتنا وحياه بتاعت مصر. كلامكم ده بيخش قلوبنا، وهو ده اللي بيخلينا نعيش ونتمتع بثقافتكم وبنبقى مثقفين. صحيح مش قدكم، ولكن بتعيشونا في اجواء. كل حد اما هيتكلم النهارده هيعيشنا في جو مختلف عن الاخر. يعني اولا انا بحيي الدكتور جمال سعيد اللي على يعني الثقافه دي اللي انت بتجيبها لنا هنا، وان انت ما بتبخلش عننا ان انت تتواجد انت وضيوفك معنا. اهلا وسهلا بالدكتور خالد ابو الليل نائب وزير الثقافه، الاستاذ نبيل عمر مدير تحرير الاهرام، دكتور محمد مرسي استاذ العلوم السياسيه، دكتوره ايمان انيس الاستاذ بكليه الفنون، الباحثة السياسية رانيا زكريا. لو سمحتوا لي، طبعا أنا مش هتكلم بقى عن النيل وفوائد النيل والنيل من إمتى، ولكن يعني النيل من أيام القدماء المصريين، وفي احتفالات على طول بالنيل وبيحطوا يعني بيقدموا قرابين، وكلنا كنا بنسمع عن إن هم كانوا بيقدموا العروسة يعني فدا للنيل.